السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله أكلة سهلة وبسيطة واقتصادية. لو عندك حد ما بيحبش الخضار ان شاء الله هيحبه بالطريقة ديت. طبعا مغذية جدا لان فيها خضروات كتير جدا. عندنا هنا انواع الخضار، فلفل رومي متقطع، جزر متقطع مكعبات صغيرة، بصل متقطع مكعبات صغيرة، وعندنا بشرة طماطميتين كبار. وعندنا المكون الاساسي نص كيلو من اللحمة، هنقطعها بردك مكعبات صغيرة وهنشوحها مع معلقة سمنة وشوية قرفة وشوية توابل لحمة، وهننزل بيها بس يا دوبك كده بنص كوباية مية لغاية ما تدخل في السوا. كل ما تتبخر المية ننزل بيها تاني. وهنقلي البطاطس بتاعتنا نص قلية، هي بطاطس مكعبات صغيرة. وكده اللحمه خلاص اتشربت معانا ودخلت في السوا. هننزل باول مكون من الخضار اللي هو بياخد وقت، الجزر، وهنقلبه تقلبتين. وبعد كده هننزل بكميه البصل وهنسيبها تتشوح شويه مع اللحمه بالشكل ده. كل ما هننزل بنوع خضار هنسيبه يتشوح شويه ويتشرب من طعم اللحمه. وبعد كده هننزل بالمكون الثالث اللي هو الفلفل الرومي. طبعا احنا ممكن نبدل الفلفل الرومي بفلفل حراق، مفيش مشكلة يعني، بس يعني تبع ما اولادك يحبوا، كل واحدة عارفة اولادها بيحبوا ايه. بس كده يا دوبك بردك ياخد تشميعة كده مع اللحمة. في الوقت دوت هنكون قلينا كمية البطاطس بتاعتنا. دول عبارة عن بطاطسيتين كبار، يا دوبك بس نص تحميرة كده ونصفيهم من الزيت. وهننزل بيهم اخر حاجة لان هم طبعا خلاص اوريدي داخلين في السوا، فعشان ما تتهريش معانا هننزل بيها اخر حاجة بس. وعندنا هنا دوت صوص ليمون اللي هو بتاع الليمون المخلل، باخد منه معلقتين كبار وعليهم حبة البركة وسمسم وهنزل بيهم. ده بديل لعصير ليمونتين يعني مفيش مشكلة، يا دوت يا دوت المتاح عندنا نعمله بالشكل ده. ودلوقتي بقى هننزل باخر حاجة اللي هي الطماطم المبشورة، طماطميتين كبار مبشورين، وهنقلب بقى كله على بعض ونغطيها ونسيبها تتسبك شوية على النار لغاية ما كل الخضار يتشرب من بعض. احنا لغاية دلوقتي كده لسه ما حطيناش الملح بتاعنا هنحطه اخر حاجة لما اكون خلاص كل الخضار مع اللحمة استوى. دلوقتي بقى هنحط معلقة صغيرة من الملح فلفل بالشكل ده. ويا دوبك طبعا عشان البطاطس بتاعتنا ما تتهريش نقلب كده، نهز الحلة بس كده يا دوبك علشان الخضار والبطاطس ما يتهروش بس. وهنقدمها في طبق الغرف بتاعنا بالشكل ده. اهو الخضار كله متماسك زي ما احنا شايفين لاننا ما قلبناهوش كتير بالمعلقة، كنت بهز بس الحلة زي ما احنا شايفين. طبعا الخضار كتير في وسط اللحمة، فاللي ما بيحبش اللحمة ويحب الخضار بس هيحبه والعكس صحيح يعني. وده شكل الطبق النهائي. طبعا ما كلفناش حاجة خالص، هو يا دوبك بس تمن اللحمة والخضار كله كان موجود في البيت. زي ما احنا شايفين كده الخضار مستوي واللحمة هي كمان اهيت مش مستحملة، مستوية وطرية جدا وجميلة. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وطبعا ما تنسونيش لو الفيديو عجبكم الاشتراك في القناة ولايك وشير، ونتقابل مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.